يا مساء الفل. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الملوخيه الناشفه بطريقه سهله جدا وبسيطه. كل اللي هياكلها عندك هيفتكرها ملوخيه خضراء من طعمها المسكر. جبت الملوخيه وبحطها كده في المنخل، ولو ما عندكيش منخل مصفت بس تبقى العيون بتاعتها ضيقه. نخلت الملوخيه لحد ما نعمت معايا خالص، وده شكل الملوخيه زي ما انتوا شايفين كده. تركه بتفرق جدا في لون وطعم الملوخيه، بتخلي الملوخيه مسكره زي السكر. معلقه من السمنه، ودعكت الملوخيه لحد ما شربت السمنه. تركه بتحافظ على لون الملوخيه وطعمها بيبقى مسكر. كسرولة على النار، وحطيت شوربة، مكعب مرق، وربع معلقة من الكزبرة الناشفة، وفصين من الثوم المفروم، ومعلقة من السكر يخلي الملوخية مسكرة. وظبطت الملح وقلبت كل الكلام ده لحد ما غلي معايا. كبشة من الشوربة خليتها على جنب، وبعد كده نزلت بالملوخية. لو الملوخية لقيت القوام بتاعها تقيل، هخففها بالكبشة الشوربة اللي أنا عيناها على جنب. هي فعلا كانت تقيلة شوية، فظبطت القوام بتاعها، وده القوام المظبوط زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا نعمل التقلية أو الطشة بتاعة الملوخية. معلقة من السمنة، وأول ما سخنت نزلت ب6 فصوص من الثوم المفروم، وبقلب لحد ما ريحته كده تبدأ تطلع. بنزل بمعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، قلبتهم مع بعض كده لحد ما التومة بدأت تصفر معايا. وهاخد الكلام الجميل ده وانزل بيه على الملوخية. الله على الريحة، تحفة. باخد كده من الملوخية احطه في الطاسة، وده شكل الملوخية بعد ما خلصت. ريحتها تحفة وطعمها حكاية. تاكليها بقى بالعيش، تاكليها بالرز، بنعملها جنب الاكل وجنب فلفل مقلي. طعمها حلو جدا. ما تنسيش بقى لايك وشير وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد.